لو حابب بقى احدد حجم الماركر بتاعي، انا دلوقتي اديته علاقه معينه وراح رسم هذه العلاقه، واديته ماركر وراح حط الماركر على نقط تقاطع هذه العلاقه وبعضها، وعايز دلوقتي اديله حجم الماركر بتاعي. زي ما احنا شايفين في المثال اللي هو قدامنا ده، انا في الاول خالص بقول له import matplotlib عشان خاطر بستدعي المكتبه بتاعتي لان انا هرسم علاقه بيانيه معينه. وبعد كده بديله التو تابلز بتوعي اللي هم فيهم البيانات بتاعتي اللي انا عايز اعبر عنهم برسم معين. وبعد كده بقول له ستايل دوت يوز، وبستخدم الستايل بتاعي اللي هو جي جي بلوت، اللي هو هيروح يعمل لي فيها جريد او شبكه ويخليها بلون رمادي ويدي العلاقه بتاعتي لون معين. وبعد كده عشان احط اسماء للمحاور بقول له انا هستخدم الامر اللي اسمه اكسس اللي هو موجود داخل المكتبه بتاعتي. وبعد كده بقول اسم المتغير دوت ست، واقول له خلي الاسم محور اكس او الاكس ليبل هو عباره عن التايم، وخلي لي محور واي هو عباره عن التمبريتشر. وبعد كده بقول له ارسم لي العلاقه بين A و B، حيث A بتمثل لي اكس اللي هي التايم، وبي بتمثل لي واي اللي هي التمبريتشر. وبحط ماركر اللي هو او، بقول له خلي نقط تقاطع اكس وواي عباره عن دايره. وبعد كده بقول له كوما خلي لي الماركر سايز بيساوي كام؟ الماركر سايز بيساوي 10. يبقى انا في الاول بقول له ارسم لي العلاقه بين A و B، واعمل لي ماركر من نوع دائري عند نقط تقاطع A و B او X و Y، وخلي حجم الماركر ده بكام؟ ب 10. وفي الحاله دي لما اجي ارسم العلاقه ما بين A و B او X و Y، هجيب بس التابه بتاعت بلوت اضغط عليها، هيقول لي والله ده العلاقه ما بين A و B زي ما احنا شايفين كده، حيث A هو عباره عن الاكس اكسس، وده بسميه التايم زي ما سميته كده في الكود بتاعي، بقول له خلي الاكس ليبل هو عباره عن التايم، وخلي لي واي ليبل هي عباره عن التمبريتشر. وارسم لي العلاقه واعمل لي ماركر عباره عن دايره، وخلي لي الماركر سايز بيساوي 10. واقدر اغير في الماركر سايز زي ما انا عايز. يعني لو جيت على الماركر سايز ديت وقمت مخليها مثلا 2، قمت رايح عامل رن تاني للكود بتاعي، هيقول لي والله ده انا هخلي لك الماركر سايز دي الصغيره بالشكل اللي هو قدامي ده، لو عايز اكبرها هكبرها واغير في الحجم زي ما انا عايز. ممكن كمان نحدد اللون بتاع المنحنى بتاعي اللي هو بيمثل لي العلاقه ما بين حاجتين معينتين. يعني ممكن اخلي اللون ازرق، ممكن اخلي اللون احمر، ممكن اخليه اسود، ممكن اخليه بني رمادي، اي لون انا عايزه. ممكن اسمي اللون بتاعي زي ما انا عايز. ازاي؟ انا بستدعي المكتبه بتاعتي في الاول زي ما احنا عارفين بالطريقه بتاعتنا، ما import matplotlib دوت باي بلوت اس بي ال تي، وبديله التو تابلز بتوعي اللي هم شايلين البيانات بتاعتي اللي هم A و B، حيث A هو عباره عن X و B هي عباره عن Y. وبعد كده بقول له هستخدم ستايل معين اللي هو جي جي بلوت، زي بقول لك كده اسم المكتبه دوت ستايل دوت يوز، واديله الستايل بتاعي. خدنا اكتر من 20 ستايل قبل كده واحنا مثبتين الجي جي بلوت لان احنا مرتاحين لها كويس جدا. بعد كده بحكم ان انا هسمي المحاور او هحط تايتل او فلا بد اجيب امر اسمه اكسس، حيث اكسس برضو اكسس موجود فين؟ اكسس ده موجود داخل المكتبه بتاعتي اللي هي مات بلوتلب اللي انا مديها اختصار اسمه بي ال تي، فبقول له بي ال تي دوت اكسس وحطيتها في متغير اسمه اي اكس. وبعد كده بقول له اي اكس دوت سيت. طبعا احنا استدعيناها بكذا طريقه المره اللي فاتت، ممكن اقول له سيت ليبل واقول له كذا، سيت اكس اكسس اقول له كذا، اقول له سيت وافتح قوس واقول له اكس ليبل بيساوي كذا وكوما واي ليبل بيساوي كذا، مفيش مشكله خالص. وبعد كده بقول له بلوت، وبقول له بعد كده بديله التو تابلز بتوعي اللي هم شايلين البيانات بتاعتي. وبعد كده بقول له كوما كلر بيساوي اديله اسم اللون اللي انا عايزه. انا هنا قلت له كلر بيساوي بلو، فبقول له خلي اللون ايه؟ خلي اللون ازرق. كوما الماركر هي عباره عن دايره، كوما الماركر سايز بيساوي 10. كل اللي انا زودته هنا ان انا ما سبتوش يحط الكلر بتاعه بالايه؟ بالديفولت كلر اللي هو كان احمر هنا، لا ده انا قلت له خلي الكلر ايه؟ قلت له خلي الكلر ازرق. وبالتالي لما اجي ارن العلاقه دي هيروح يخلي الكلر بتاعي ازرق، ويحط ماركر عند نقط تقاطع A و B او X و Y، والماركر سايز هيخليه كام؟ هيخليه 10 زي ما احنا شايفين كده.
وسمى لي الاكس ليبل هو عباره عن التايم، وسمى لي الواي ليبل هو عباره عن التمبريتشر، والستايل طبعا بتاعي هو عباره عن الجي جي بلوت زي ما احنا شايفين قدامنا كده. زي ما قلت لك انا عندي 6 طرق لكتابه اللون. يعني انا اقدر اديله لون طبعا، بدل بلو ده اقدر اديله ريد، اقدر اديله جرين، اقدر اديله وايت، اديله بلاك، اي لون انت عايزه حطه ما بين سنجل كوت. بس خلي ايه، اكتب الاول كلر يساوي واعمل وافتح سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن وحط فيها اللون اللي انت عايزه، هيديك اللون اللي انت عايزه. بس كتابة اللون نفسها اقدر اكتبها باكتر من طريقة. ازاي؟ اول طريقة زي ما احنا شايفين ان انا اكتب اللون بطريقة صريحة، اقول له بلو، اقول له جرين، اقول له ريد، اقول له بلاك، اقول له وايت، اقول له يلو، زي ما انت عايز قول له زي ما انت عايز. الطريقة الثانية ان انا ادي له حرف والحرف ده بيمثل لي اللون بتاعي. ازاي؟ لو انا جيت هنا وقمت عامل كنترول واحد عامله كومنت، وقمت جاي على الامر ده وعامل كنترول واحد عشان خاطر اعمل له ان كومنت او انشط الامر بتاعي. كويس، خد بالك هنا بقول له بلوت ايه وبي ماشي، ادي العلاقه بتاعتي. بعد كده بقول له الكالر بيساوي ايه بقى؟ بيساوي جي. هنا انا اديته اختصار، والاختصار ده بيعبر عن لون معين. كلمه جرين اللي هو الاخضر انا اقدر اعبر عنها بحرف اللي هو مين؟ حرف الجي. والماركر اهوت، والماركر سايز زي ما احنا شايفين. وفي الحاله دي لو جيت عملت رن للجزئيه دي من الكود، شوف هيخلي الكالر بتاعي ايه؟ هيخلي الكالر بتاعي اخضر زي ما احنا شايفين هنا في البلوتس اللي احنا او ايه الويندو بتاعت البلوت اللي هو بيرسم فيها. كويس، يبقى انا هنا برضو عبرت عن اللون بطريقه ثانيه. لو عملت لها كنترول واحد وقمت جاي على السطر ده وعامل كنترول واحد عشان خاطر انا الشاطر، هنا انا بعبر عن اللون ب كميه معينه. ايه هي الكميه؟ الكميه ديت ما بين الزيرو والواحد. خد بالك، يبقى انا بديله قيمه، القيمه ديت ما بين الاسود والابيض. كأن الصفر بيدل على اللون الأسود والواحد بيدل على اللون الأبيض، وما بينهما بيشيل إيه؟ بيشيل بقى أي نسبة معينة من اللون، دي بيديني درجات معينة من اللون. فأنا بقول له 75%، كأني بقرب من اللون الأبيض. تمام كده؟ وفي الحالة دي لما أجي أقول له اعمل لي رن للجزئية دي من الكود، هيقوم مدينا اهو لون يعني زي ايه، مدي على رمادي فاتح. شوف بقول لك بيقرب من اللون الابيض، وكل لما بروح يمة الزيرو بقرب من اللون الايه، بقرب من اللون الاسود. طيب انا ممكن اعمل ده كومنت واجي على السطر ده وانشطه. هنا انا بعبر عن اللون بكود معين، بقول له هاش اف اف دي 4. فده بيعبر عن ايه؟ ده بيديني لون معين، هو هيروح يرسم اللون المقابل للكود ده. يبقى انا هنا قدرت اعبر عن الكلر بايه؟ بكود. شوف الكود ده يعني ايه؟ مايل شويه للون الاصفر. ممكن برضو اخلي ده كومنت واعبر عن الكلر بثلاث ارقام. الثلاث ارقام دول زي ما قلت لك هم بيعبروا عن الار جي بي او الريد جرين اند يلو، الريد جرين اند ايه اند بلو. وزي ما قلت لك بقى كل رقم من دول بياخدهم يدمجهم مع بعض ويطلع اللون المكافئ ليهم. فانا لما خليت الريد بواحد والجرين ب 2 من 10 والبلو ب 3 من 10، اداني اللون الايه اللي هو قريب من الاحمر الفتح ده. لو بدات اغير هيبدا برضه يغير في اللون بتاعي، ولو غيرت في الماركر سايز هيبدا يغير في السايز بتاع الماركر، ولو غيرت في الماركر نفسه زي ما هناخد ماركرز كتيره جدا جدا مع لاين ستايل كتيره جدا. كلمه لاين ستايل، لاين ستايل اللي هو الستايل بتاع الخط نفسه، غير الستايل دوت يوز اللي هي الارضيه والباك جراوند الحاجات دي. اما اللاين ستايل فهو الستايل بتاع الخط. هناخد ان شاء الله لاين ستايلز كتيره جدا. طيب لو جيت خليت ده كومنت وقمت رايح منشط الايه الامر ده، خد بالك هنا انا بديله كود معين. الكود ده جاي من ال HTML كود. الكود ده جاي منين؟ من ال HTML كود اللي احنا بنسميه كاركتر يوز. ده هو برضه هيديني نوع معين من انواع الخطوط. يبقى انا عندي 6 طرق لكتابه الكلر. اقول له كلر بيساوي ادي له الاسم صريح، او اقول له كلر بيساوي ادي له اختصار معين للاسم، او ادي له بقى رقم ده بيعبر عن درجه معينه ما بين الابيض والاسود، او اديله كود معين، او اديله الار جي بي، او اديله الاتش تي ام ال اللي هو بيعبر عن اللون بتاعي. دي كان احد الطرق لي ان انا اعبر عن كتابه او اللون بتاع
اللي بيعبر عن العلاقه بتاعتي اللي انا برسمها. لو انا حابب ادي عنوان للجراف بتاعي بستخدم امر اسمه تايتل. زي ما احنا شايفين قدامنا الكود بتاعنا اهوت، ما غيرناش فيه اي حاجه. دول التو تابلز اللي هم شايلين البيانات بتاعتي اللي بتعبر عن الاكس وواي او الاي وبي. بستخدم برضو الامر اللي اسمه ستايل دوت يوز اللي هو بيديني الارضيه والجريد بتاعتي. وبعد كده عشان اسمي المحاور بستخدم الامر اللي اسمه اكسس اللي هو موجود داخل مكتبه مات بلوتلت بتاعتي. وبعد كده بقول له اسم المتغير اللي هو شايل الاكسس دوت سيت، وبعد كده بقول له سمي لي الاكس ليبل التايم وسمي لي واي ليبل هو التمبريتشر. ناخد بالنا بقى، ده الحته اللي احنا بنتكلم عليها. انا عايز اعمل ايه؟ عايز ادي تايتل للجراف. خد بالك بقى، بقول له اسم المكتبه دوت تايتل اسم المكتبه دوت ايه؟ دوت تايتل. وبقوم فاتح قوس وكاتب السترنج بتاعي زي ما احنا شايفين كده. اكتب اي تايتل انت عايزه، بس التايتل ده يكون بيعبر عن العلاقه اللي انت بتمثلها، صح ولا غلط؟ انا بقول له والله تايم باك سلاش او سلاش تمبريتشر اكسبيرمنتال ريدنج، كاني بالظبط واقف في معمل وبقيس درجه الحراره عند اوقات زمنيه مختلفه. مفيش مشكله. وبقول له بلوت اي وبي، وخلي الكلر ازرق، والماركر من نوع دايره، والماركر سايز ب5. وفي الحاله دي لما اجي اقول له رن الجزئيه دي من الكود، هيقول لي والله كل الكلام هو اللي احنا جبناه واللي احنا قلناه في الاخير هو زود تايتل هو التايتل اللي انا قلت له عليه. خد بالك، دي كانت احد الطرق اللي انا بكتب فيها او بدي امر تايتل. عندنا ممكن اكتب او ادي له امر تايتل ده بطريقه ثانيه. ازاي؟ اهو زي ما سمينا المحاور برضو نقدر نديله تايتل بطريقه ثانيه. شوف انا قلت له هنا اهو اكسس، وبقول له الاكس ليفل كذا وواي ليفل كذا، ما فيش مشكله خالص. بص، دوت اي اكس بقى دوت سيت اندرسكور تايتل. دي الطريقه الثانيه اهي، ان انا ادي له تايتل معين. بقول له اسم المتغير اللي شايل الاكسيس اللي هي اكس وواي، اقول له اهو اي اكس دوت سيت اندرسكور تايتل. فوق كنت بقول له ايه؟ اسم المكتبه دوت تايتل على طول، واقوم مديله التايتل. هنا بقول له سيت اندرسكور تايتل واقوم مديله التايتل، والامر بتاع البلوت زي ما هو، ما غيرتش فيه حاجه. وفي الحاله دي لو رحت قلت له رن، هيديني نفس اللي حصل في الفيجر اللي قبل كده. بس خد بالك هنا الماركر سايز انا خليته 8 مش 5 زي اللي فات، فعشان كده كبر الماركر سايز. لكن اسماء المحاور اهي اكس وواي، اكس بتايم والواي بالتمبريتشر. العنوان بتاع العلاقه بتاعتي هو عباره عن العنوان ده زي ما قلت لك، لان انا قلت لك دي طريقه ثانيه. ممكن برضو اسمي التايتل بطريقه ثالثه. ازاي؟ بص، اي اكس دوت سيت، زي ما سميت المحاور بالظبط هسمي التايتل اكس دوت سيت، وقمت داخل جوه وقايل له خلي التايتل بيساوي، وقمت فاتح برضو سترنج وكاتب السترنج بتاعي اللي هو التايتل اللي انا عايزه. دي كانت برضو طريقه ثالثه لكتابه مين؟ لكتابه المحاور. وفي الحاله ديت برضو لو جيت عملت رن للجزئيه دي من الكود، هنلاحظ بس فقط ان الماركر سايز هتكبر شويه لان انا مخليها ب 10 في الحاله دي. برضو اسم المحاور زي ما انا شايف اهو، التايتل بتاعه اهو، برضو الارضيه بتاعتي اللي هي الستايل دوت يوز انا قايل له خليها جي جي بلوت، مفيش اي مشكله اطلاقا. تعالوا بقى ناخد بعض الامثله المختلفه كده مع بعض ونشوف يعني ايه، ازاي نسمي المحاور، ازاي احط تايتل، ازاي اغير العلاقه بين اكس واي. مش بالضروره اطلاقا تكون علاقه خطيه، ممكن تكون علاقه نون لينير او علاقه غير خطيه يعني. تعالوا نشوف بقى مجموعه من الامثله اللي هي قدامنا دي. بقول له import matplotlib دوت باي بلوت as plt. انا بستخدم المحتوى بتاعتي لان انا هرسم علاقه معينه ما بين متغيرين معينين. بعد كده بستدعي مكتبه نمباي. ليه يا عم نمباي؟ لان زي ما بقول لك هنحتاج منها بعض الدوال اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. بقول له ان بي دوت اهو arrange of 0 و10 و5 من 1000. ده عباره عن المتغير اكس. يبقى اكس عباره عن ايه؟ اكس بيساوي ان بي دوت ارينج اوف 0 و10 و5 من 1000. هنا بالظبط كاني بقول له اعمل لي رينج من 0 ل 10 والخطوه خليها بكام؟ ب5 من 1000. طب ما هي واي؟ هي عباره عن ان بي دوت اي اكس بي اوف ماينس اكس على 2 في ان بي دوت ساين و2 ان بي دوت باي في اكس. كأن بالظبط بقول له واي هي عباره عن اكسبوننشال فانكشن اي اس ماينس اكس على 2، بس اي اس ماينس اكس على 2
في ساين 2 باي اكس، دي قيمه واي. بس احنا بنكتبها بالطريقه اللي هي قدامنا دي، لان باي هي احد الثوابت اللي موجوده داخل مكتبه النمبر، وبالتالي عشان اكتبها لابد اقول له ان بي دوت. فانا بقول له 2 باي اكس، يبقى 2 في ان بي دوت باي في اكس. وبعد كده بقول له بلوت اكس واي، ارسم لي العلاقه ما بين اكس وواي. لو خدت بالك من حاجه، اكس اهي من 0 لغايه 10، وبقول له قسمها لي المسافات متساويه. هذه المسافات المتساويه هي عباره عن 5 من 100، يبقى 0 5 من 100 يزود كمان 5 من 100 يزود كمان 5 من 100 لغايه ما يوصل ل 10. واي هي عباره عن اي اس سالب اكس على 2 في ساين 2 باي اكس. حلو جدا جدا، كانها بالظبط الناس اللي عارفين الرياضه هي عباره عن اكسبوننشال ديكي فانكشن مضروبه في ساين الجزئيه دي. كويس جدا. وبالتالي لما اجي اقول له رن الجزئيه دي من الكود، هيقول لي والله ده العلاقه بتاعتك اهي، اكسبوننشال ديكي فانكشن. هي عباره عن اكسبوننشال ديكي مضروبه في ساين عاديه خالص خالص، مضروبه في اكسبوننشال ديكي، داله تناقصيه. عشان كده بلاقي كل لما قيمه الاكس بتزيد، كل لما كل لما واي بتقل. ليه؟ لانها اكسبوننشال ديكي. بالتالي لو الاكس زادت قوي 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 قوي، اكس اس سالب ما لا نهايه، كانها بصفر. صفر في اي حاجه بصفر. وبالتالي قيمه لما اكس حتى تبقى بزيرو في الاول خالص، اي اس زيرو بواحد هضربها في ساين تديني قيمه الساين العاديه. لما اكس تزيد تروح عند ما لا نهايه، اي اس سالب ما لا نهايه بصفر. صفر في اي حاجه يديني صفر. شوف، عشان كده بسميها ايه، بتديني كده حاجه زي المخروط، قيمته بتقل لما قيمه اكس بتزيد. بس خلاص، يعني الناس اللي فاهمه الرياضه هتبقى عارفه الحوار ده. طيب تعال نشوف مثال تاني. ابقى اقول له اهو امبورت، وبستدعي المكتبه بتاعتي اللي هي مات بلوتلت، وبستدعي المكتبه اللي هي نمباي. وبعد كده بعرف تو فانكشنز، بقول له ديف بي 1 اوف اكس هي عباره عن ايه؟ ريتيرن اكس اس 4 ناقص 4 في اكس تربيع زائد 3 في اكس. دي اول داله موجوده عندي، يبقى انا بعرف فانكشن. الفانكشن دي اسمها بي 1 اوف اكس. الفانكشن دي بترجع العلاقه اللي هي قدامي دي، اكس اس 4 ناقص 4 اكس تربيع زائد 3 في اكس. وبعرف داله ثانيه بقول له ديف بي 2 اوف اكس، والفانكشن دي بترجع ايه؟ بتريتيرن اهو ساين 10 اكس في 10. طب ساين دي الداله دي موجوده في المكتبه اللي اسمها نمباي، وانا بقول له نمباي دي اختصار، فبالتالي لابد اقول له ان بي دوت ساين 10 اكس في 10. يبقى دول الدالتين بتوعي. بعد كده بقول له اكس هي عباره عن ايه؟ اللي هو المتغير بقى اللي هو اكس اكسس، هو عباره عن ايه؟ بقول له ان بي دوت لاين سبيس او لين سبيس، يعني من سالب 3 ل 3 و1000. دي بالظبط كأن بقول له اكس بتتراوح ما بين سالب 3 و3 وقسمها ل 1000 جزء متساوي. اكس بتتراوح ما بين سالب 3 و3 وقسمها ل 1000 جزء متساوي. بعد كده بقول له بي ال تي دوت بلوت اكس و بي 1 اوف اكس كوما اكس و بي 2 اوف اكس. كأني بالظبط بقول له ايه؟ بقول له ارسم العلاقتين دول. اول علاقه هي اكس مع بي 1 اوف اكس، وتاني علاقه هي اكس مع بي 2 اوف اكس. وفي الحاله دي هيروح يرسم الدالتين، وهيدي كل واحده لون عشان يوضح انه منحنى خاص بالداله الاولى، والتاني ده منحنى خاص بالداله الثانيه، عشان بس يفرق ما بين الايه، ما بين العلاقتين وبعض. كل لون بيوضح لي علاقه معينه. وخد بالك، طالما قلت للداله بلوت اكس وبي 1 اوف اكس، ما ينفعش تقول له كوما بي 2 اوف اكس، لا، لابد تقول له اكس وبي 2 اوف اكس. ولو في بي 3 وبي 4 تقول له اكس وبي 3 اوف اكس واكس وبي 4 اوف اكس. طالما بدات بي اسم المتغير اللي شايل اللي هو الاكس اكسس بتاعي، وبعد كده قلت له كوما الداله الاولى، لابد تقول له برضو المتغير اللي شايل التايم بتاعي او الاكس اكسس يعني، وبعد كده تقول له المتغير الثاني. وفي الحاله دي لما اجي ارن الجزئيه دي من الكود، هيقول لي والله دول العلاقتين اللي انت عايز تمثلهم، حيث اكس بتتراوح من سالب 3 لغايه 3 وبيقسمها لمسافات متساويه، هي عباره عن ايه؟ ل 1000 مسافه متساويه يعني. وواي هو سماها لوحده من سالب 10 لغايه كام؟ لغايه 50. ده هو مديها لها كده الديفولت عنده. لو انت عايز تحدد قيمه معينه من الواي، ان شاء الله هنشوف الحاجات دي قدام. وبرضو لو عايز تحدد قيمه اكس، برضو هتشوفها ازاي نعمل لها ليميتيشن. بس الكلام ده ان شاء الله هنشوفه ايه؟ هنشوفه قدام. ناخد بالنا ان المنحنى اللي بيمثل العلاقه ما بين اكس وواي بيبقى له اشكال كتيره جدا جدا زي ما قلت لك.
اللي احنا سميناها اللاين ستايل. اللاين ستايل اللي هي الستايل بتاع المنحنى نفسه، غير الامر اللي اسمه ستايل دوت يوز، ده بيمثل لي ايه؟ الارضيه بتاعت الرسمه نفسها. اما اللاين ستايل ده المنحنى اللي بيمثل لي العلاقه ما بين اكس وواي. المنحنى ده بيكون له اشكال كتيره جدا جدا جدا. تعالوا نشوف مجموعه من الامثله. الامثله دي بتوضح العلاقه الخطيه ما بين اكس وواي مع اختلاف قيمه الثابت. الفكره هنا اننا هنشوف ازاي بمثل العلاقه بتاعتنا بطرق مختلفه او بلاين ستايل مختلفه. في الاول بقول له import matplotlib دوت باي بلوت as BLT. كويس جدا، لان انا محتاج ارسم علاقه معينه ما بين متغيرين مختلفين او معينين. بعد كده بقول له import numpy as NB. جميل جدا، انا محتاج المكتبه ديت لاني محتاج منها دوال معين. كويس جدا. بعد كده بقول له x اللي هو المتغير x بقى هو عباره عن NB دوت arrange of 0 و10 و5 من 1000. هنا بقول له اعمل لي رينج من 0 لغايه 10 وخلي الخطوه ب5 من 1000. وبعد كده عشان كده استدعيت المكتبه اللي اسمها نمباي. بعد كده بقول له بي ال تي دوت بلوت. حلو، ارسم ايه بقى؟ اكس واكس بلس 0. خد بالك المتغير اكس اللي هو اهو. طب فين واي؟ هي عباره عن اكس بلس 0. طب اكس بلس 0 كأن ما غيرتش حاجه، يبقى هنا بالظبط واي كانها اكس. وبعد كده بقول له بعد اذنك كوما خلي اللاين ستايل بيساوي سوليد. خلي اللاين ستايل ايه؟ عباره عن خط سوليد، اللي هو شايفين الخط اللي هو قدامنا ده؟ اه، ده احنا بنسميه سوليد لاين. خط كده ايه؟ خط سوليد، خط يعني زي ما هو خط سوليد. وبعد كده العلاقه الثانيه بقول له اكس واكس بلس 1. يبقى انا بقول له بعد كده ارسم لي اكس وواي هي عباره عن اكس بلس 1. خد الاكس واجمع عليها 1، دي كانها قيمه واي. وخلي لي اللاين ستايل هو عباره عن اللي هو الاندرسكور دي او الداش ده. دي بالظبط برضه بقول له كما لو كانت سوليد لاين. يبقى السوليد بقدر اعبر عنه بحاجتين، يا اما اقول له اللاين ستايل بيساوي سوليد، يا اما اقول له اللاين ستايل بيساوي ايه؟ بيساوي اللي هي الاندرسكور دي، هيفهم ان هو خط سوليد برضه. وبعد كده بقول له بلوت اكس وواي هي عباره عن اكس بلس 4. وبقول له اللاين ستايل بيساوي داش ده. داش ده هو يرسم لي خط متقطع. خط ايه؟ خط متقطع. اما السوليد ده كان خط متصل. طيب العلاقه اللي بعد كده اكس واكس بلس 5 واللاين ستايل اندرسكور اندرسكور، هيفهم برضو ان هو خط داش. وبعد كده بقول له اكس واكس بلس 8 واللاين ستايل بيساوي داش دوت. داش دوت اللي هو ايه؟ خط متقطع بس يعني بيفصل ما بينه بدوت. خط متقطع بس بيفصل ما بينه بايه؟ بدوت، اللي احنا بنسميه داش دوت. او اقول له داش دوت كده، داش دوت على طول، هيفهم برضو ان هو داش دوت. او بعد كده برضو اللاين ستايل التالي اللي هو دوتد. دوتد ده اللي هو بيرسم لي خط كما لو كان ايه؟ دوتد كده ورا بعضيها. او اديله العلاقه واقول له اللاين ستايل هي عباره عن كولون، فالكولون ديت هيفهم برضو ان هي ايه؟ ان هي دوتد. دي الستايلز المختلفه للعلاقه. تعالى كده نرسم العلاقه ديت. لما اقول له رن شوف هيديني مجموعه علاقات. وبص اهو في الاول قلت له سوليد اهو خلاه احمر. هو طبعا الالوان هو جايبها الديفولت من عندي. انا هشوف دلوقتي ازاي ادمج ما بين الالوان وما بين اللاين ستايل الاثنين مع بعض في امر واحد. يبقى خلاه خط احمر. هو ده بالنسبه للسوليد اللي هو خط الايه؟ الخط اللي هو على طول الخط ده يبقى خط عادي جدا اهو، خط سوليد يعني خط سليم وسوليد. حلو جدا. لو قلت له داش اهو مش داش بقى، لو قلت له داش واحده هيفهم برضو ان هو سوليد. وبالتالي اكس بلس 1 اللي هي قيمه واي برضو سوليد. لو العلاقه الثانيه اللي هي داش او داش داش ده هيفهم ان هو خط داش. لو قلت له داش دوت هيبقى داش ودوت داش ودوت داش ودوت. وبعد كده هقول له دوتد هيفهم ان هو خط ايه؟ دوتد. فيا اما اقول له سوليد او اقول له داش هيفهم ان هو خط سوليد. او اقول له داش او داش داش هيفهم ان هو داش. او اقول له داش دوت او اقول له كده كتابه او اقول له داش دوت اللي هو الاختصار الرياضي ده هيفهم ان هو داش دوت. او اقول له دوتد او كولون هيفهم ان هو ايه؟ هيفهم ان هو دوتد زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط. في نقطه كويسه جدا جدا زي ما قلت لك دلوقتي اثناء الشرح، اننا ممكن ندمج ما بين لون الخط والستايل بتاع الخط في امر واحد بس. ازاي؟ تعالى كده نشوف الايه الكود اللي قدامنا ده. انا بستدعي المكتبتين بتوعي زي ما احنا شايفين كده.
بعد كده بقول له اكس هي برضه هي عباره عن ارينج من 0 ل 10 والخطوه ب 5%. وبعد كده بقول له بلوت اكس و اكس بلس 0، حيث اكس بتمثل لي اكس واكس بلس 0 بتمثل لي واي. وبقول له خد بالك بقى، اللاين ستايل بتاعي هو عباره عن داش داش يعني داش. وبقول له اللون او الكلر بتاعي عباره عن بي يعني بلو يعني لون ازرق. يبقى شوف خد بالك، انا في امر واحد قدرت اعبر عن العلاقه بتاعتي بلونها، وان هي علاقه داش. ازاي؟ اللون اديته بي لان البي هو اختصار الامر بلو. بدل ما اقول له كلر بيساوي بلو او بي وبعد كده كوما اللاين ستايل بيساوي داش، لا 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 لا، ده مكتوبهم الاثنين في امر واحد. قلت له بي وعلى طول بعدها قلت له داش داش، معناها ان هو هيرسم لي العلاقه ما بين اكس واكس بلس 0 اللي هي واي، يعني علاقه بلون ازرق وخط دوت خط داش. كويس جدا. العلاقه الثانيه اكس واكس بلس 3، يبقى واي هي عباره عن اكس بلس 3. طيب العلاقه ديت هيبقى لونها ايه؟ لونها اخضر. وهي عباره عن ايه؟ عباره عن سوليد. ليه؟ لان انا قلت له داش بس، يبقى لونها اخضر وخط سوليد. حلو جدا. طب اكس واكس بلس 6 لونها احمر اللي هو ريد وداش دوت زي ما احنا شايفين كده. حلو. العلاقه اكس واكس بلس 9 هي عباره عن يلو اصفر، وعباره عن ايه؟ اللاين ستايل بقى عباره عن ايه؟ دوتد، او اللي هي الكومه اللي احنا شايف اللي هي الكولون اللي احنا هي قدامي دي. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي والله العلاقه الاولى اكس واكس بلس 0 هي خط اهوت بلو. البلو ديت هي عباره عن خط داش. والعلاقه الثانيه اللي هي اكس بلس 3 هي جرين وخط سوليد. والعلاقه الثالثه هي عباره عن ريد احمر وخط داش دوت. والعلاقه الرابعه هي عباره عن يلو اصفر زي ما احنا شايفين، وهي عباره عن ايه؟ دوتد زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط.